بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك والإنتاج الحربي. الزمالك يلعب والإنتاج يكسب 3-1 لصالح الإنتاج. هي من المباريات الجيدة جدا التي تستحق المشاهدة، فهناك من الأهداف 4، والقائم يتصدى، والعارضة تمنع، والحراس ينقذون، وضربة جزاء، وحالة طرد، وإصابة حارس، وخروجه من الملعب. بغض النظر عن من الفائز، فهي مباراة مليئة بالإثارة والمتعة. الزمالك لعب مباراة جيدة، لكن الحظ لم يحالف خط الهجوم، وأخطاء ساذجة في القواعد الدفاعية تفقده توازنه وال3 نقاط. كرة في القائم وأخرى في العارضة، وحارس الإنتاج يتصدى لأكثر من كرة خطرة، لكن ما كان ينقصه هو تدعيم خط الهجوم برأس حربة ثاني مبكرا. وعن الدفاع، فالأهداف تأتي بنوعين من الأخطاء: إما خطأ في تنفيذ القواعد، ومنها خطأ في التمركز، وهذا ما يلام عليه المدافعين، مثل الهدف الأول للإنتاج. وأما الخطأ الثاني فهو به نسبة حظوظ عالية يتقاسمها خط الدفاع مع هجوم المنافس، مثل سقوط الكرة إما أمام المهاجم أو المدافع، فهنا لا نلوم على المدافعين. فالهدف الأول وقع فيه الخطأين في تنفيذ القاعدة، وهي كشف التسلل وقت تنفيذ الضربة الحرة المباشرة، مما يسهل على حارس المرمى تعديل وضعه بعد سقوط الكرة من يده قبل المهاجم. لكن انكماش المدافعين وتراجعهم جعل المهاجم أقرب للكرة من الحارس فور سقوطها من يده. والخطأ الثاني هو سقوط الكرة أمام المهاجم، وهنا لا يلام المدافعين، لأن فيها نسبة حظ وتوفيق للمهاجم، فكانت ممكن تقع أمام الدفاع ليبعدها، مثل ما حدث في كرة مايوكا في الشوط الثاني بعدما اصطدمت بالقائم وعادت لتجد المدافع فأبعدها. هذا هو التوفيق من عدمه. وعن الهدف الثاني للإنتاج، فلاعب الطرف الأيسر في حالة ما الكرة من جهة اليمين فيكون هو بمثابة الليبرو، وهو ما لم يقم به لاعب الزمالك، فنسي مكانه وتحرك منه ليسكنه مهاجم الإنتاج ويسجل منه. والإنتاج لعب مباراة ممتازة ويستحق الإشادة. اجتهد وتقدم حتى بعد طرد لاعب شوط كامل، لم يدافع ولم يلعب على التعادل، بل هاجم وأضاع وتقدم بهدف وضربة جزاء وهدف ثالث، مما يعني إصراره على الفوز ولو ب10 لاعبين. كل التحية لشوقي غريب وأبنائه وإدارة الإنتاج، فجميعا يجنون ثمار الثبات والاستقرار والإبقاء على الجهاز الفني، حيث كانت نتائجه مخيبة للأمال في بداية الموسم، لكن حاليا أكثر من رائع بفوزه على الاتحاد 2-0 والإسماعيلي 3-0 والزمالك 3-1، مما يعني أنها ليست صدفة. مبروك للإنتاج الحربي، وحظ أوفر للزمالك في المباريات القادمة، وشكرا.